وأظهر الحق ودينك نذر مبشرا ومنذرا كمن تذر واجعل به حروفة المقدمة مقبولة بركة معظمة واجعل حروفها بسارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير وارفع لمن بها يصلي ذكرا واجبر له القادر واشرح صدرا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سميا صل بتسليم على المملك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وذع به في الحال والمآل يا من به لي قضيت أربي وقلت لي به لسان العربي وقل له حلاوة وقوتا يا من بلفظي أغدل الياقوتا وبكتابتي له قد ما يزيد مسرة لديك يا باقي مزيد يا من مدادي جعلتك دماء من معه قد سهدوا من قدماء إذ صلواتي جعلت طاويا عن المسير لذاك حاويا به وأخجلت السيوف والرماح بما به مدحته يا ذا السماح إلي قدت بركات الله يا من عصمتني به من لاغي ولي بالرحمن قد جلبت نفعا بلا ضر ولي غلبت وبالرحيم كنت لي بلا حساب يا جاعلا كليتي خير احتساب فصل عني أبدا وسلما على النبي وليكن وعلما يا الله صل وتسلم في أبد على الذي عني على من لك قاد من عباد سيدنا محمد والآل وذع به في الحال والمآل وصل يا رحمن ولتسلمي على النبي والرسول سلمي سيدنا محمد والآل وذع به في الحال والمآل وسق لغير بدني وروحي مكارم الدارين يا مريحي وسق لغير ما حويت مفسدا ولا توجه للعدا والعذدا واجعل حقائدي وقولي والحمل خير مسالي وسق لي الأمل واجعل حقائدي وقولي والعمل خير مصالح وسق لي الأمل وفي الذي لي تبيح هب لي ما لم ينله الصالحون قبلي وصل يا رحيم ولتسلما على مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من محى توجه الحساب لي أبدا وسرت ذا حسابي يا من محى توجه الحساب لي أبدا وسرت ذا احتسابي يا رب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سهدت لي ربي بانصرافي عن المبيع منك ذا اغترافي وحلت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير سري لك ذكوري على أثماني يا مالكا ملكتني زماني ليس ثناءك سواك يعطي يا قائدا لي المنى يا محصي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله ذل وتسلم سرمدا هني على خير البرايا أحمدا
وآله وذعبه وهب لي سرا به يغبطني من قبلي وصل يا رحمن سرمدا على خير نبي ورسول قد علا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم عصمة كل من شقا ولوم واصرف جوالب الشقاء والملام لغير ذاتي يا حفيظ يا سلام وصل يا رحيم ولتسلمي على النبي الهاشمي الحلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقني مكارم الدارين يا كافي النارين والعارين واجعل فؤادي لك يا باقي أحب لم الكتابة إليك قائدا واجعل حياتي للنبي فائدا واجعل به بعد صلاة وسلام عليه قد جاليا كل ظلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وخبير سميا صل صلاة سيعت ببصري مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروفي له واجعل حروفي به غير ظروف يا خير من ناداه عبد بحروف واجعل حروفي معجزات نخرات وخير خيرات لديك ادخرات وهب لي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب وطيب للسكون بغير آفة وغير سلبي في أبد ولمهادي يغلبي وليصف مالكي أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاس يا خير منزل وخير رازقي يا حافظي يا منزلي يا رازقي صل صلاة سيعت بتوسعات على النبي والرسول ذي الثعاء سيدنا محمد والآل وذعبي في الحال والمآل واذعن لي الدهر بأني ذاكر لك على ما حاذه المساكر وأنني لست أرى سواك يا جاعلا هواي في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كل سنتني مختاري فسرمدا هني يسل بسلام علي بالآل مع صحب سلام وصل يا عليم أفضل سلام مع سلامك على كاب القلاب مزحزحا جميعهم لغيري وذلك السبيع لغيري سيدنا محمد والآل وذعبه بالآل والمآل وتل يا قبير أنفع سلام على الذي بقمته أبدي غلام
سيدنا محمد والآل وذنبي في الحال والمآل واجعل قراتي به وقلمي خير عبادة وخير سلمي لك علي قمة تسر خير نبي كالكلي يسر وصل يا وهاب سرمدا على خير قليل وحبيب قد علا سيدنا محمد والآل وذنبي في الحال والمآل وهب لي اليوم قوارق تدوم بغير مكر إنك الباقي القديم واتقني السوء واتقني السقط والغرور في كل شيء واكفني الغرور وليهب جمع الذي تفرقا بين القيار كرما والتفرقا بيني وبين كل جانب إلى غير رداك ولتطيب للإله كفاني القادر والمقتدر ما حاذو من العناء القدر نبى لغير جهدي ماذا كاب كباني كل من أذى نبى لغير جهدي ماذا كاب كباني كل من أذى فرحت خير الخلق تفرحا يدوم أني لو حب وقل وقديم يسر للقدير ما تعسرا هلا سواي والهدى لي فسرا كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكره المكرم واجهني جمال باقي النافعي وانقاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجناب ليس ينهو كدر يلا صل وتسلم سرمدا على القليل والحبيب أحمدا وآلي وذنبي وكوني لغردي بلا أذى يكوني وذل يا رحمن ولتسلما على الذي بي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وذنبي في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم نظمي على رداك يا مذيل الكظم وصل يا رب الورى وسلمي على سراجك المنير السلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واختر لي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير رد وامحو انتحى ما ساءني كالكد واختر لي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير رد وامحو انتحى ما ساءني كالكد واجعل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكين واجعل رداك أبدا أنفاذي بلا أذى يا محيا العباد واجعل كتابتي ككل مرسلين يا من وهبت لي أجور الرسل
فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمقجل النبر يا الله صل وتسلم سرمدا على سفيعنا البصير أحمدا وآله وصحبه وعلمي قلبي بجاهه وكل سلمي واسعد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأؤمن وقد به لكلكلي وقلمي خير العلوم يا مذيل العالم يا من جزاؤه العداء أنساني وضرهم يا واهب الإحسان صل صلاة وتسلم بسلام على الذي هدى بأحسن كلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه مقدماتي لديك سرمدا معظماتي وصل يا رحمن ولتسلمي على الذي به كسفت ظلمي كما به محوت ظلمي والحجاب وجدت لي به بأحسن إجاب سيدنا محمد والآل وذعبي في الحال والمآل واصرف قلوب من قلوني لسوى ما ساءني يا من كفانيهم سواء وأيس الشيطان والقبيلة مني وهب للعلم والقبول واجعل هبادتك عندي أعلى من غير آية والذي الأعلى واجعل بي عبادة عظيمة لك حياتي ليهب تعظيما هب لي تعظيم جميع حرمات الله يوقف النسقى والندمات ودي جميع الأنبياء والرسل عني خيرا يا منيل العدل ودي الصحابة قيورا عني مع الملائكة معا بالمن بعد صلاة وسلام ورضا عليهم عنهم وقبل الغردا قد لي كوني فائدا سرورا جميعهم وتكفني غرورا